السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 دقايق كل يوم هتاخد بيهم ملايين الحسنات، وكمان هتختم بيهم القرآن، وكمان هتضمن مكانك في الجنة. هنقسمهم، يعني مثلا بعد صلاة العصر تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما خدوش دقيقة. بعد صلاة العشاء هتقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، انت كده ختمت القرآن. بعد كل صلاة هتقرأ آية الكرسي، مش هتاخد منك ثواني، هيبقى انت ضمنت مكانك في الجنة. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، إن انت تموت. لو قلت قل هو الله أحد 3 مرات انت كده ختمت القرآن. ولو سبحت خدت حسنات، ملايين الحسنات، واتمحت عنك ذنوبك وخطاياك. دقايق بسيطة بس هتفرق معاك. انت طول اليوم واخداك الدنيا، ادي 5 دقايق من وقتك لربنا سبحانه وتعالى. وطبعا لو كترت يبقى افضل. وخلي في تسبيحاتك ورد يومي الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لان الصلاة على الحبيب المصطفى بتاخد بيها حسنات، بتفك بيها كربك، بتتشال بيها همومك، بتضمن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أجرها عظيم عظيم عظيم، لو هقعد أعد فيه لبكرة مش هيخلص. الصلاة على الحبيب المصطفى أكثر منها على قد ما تقدر، واعملها ذكر وورد يومي مع تسبيحاتك. صلي على الحبيب والشفيع المصطفى صلى الله عليه وسلم.